ركوب المترو ده ليه فوائد كتيرة. بتبص تلاقي حاجات بتتباع بأقل الأسعار، منتجات مصرية و100%. جبت البسكوت ده الواحد ب5 جنيه، بسكوت ينفع للشاي، هنعمل بيه النهاردة أحلى حلقة. واتبسطت قوي لما قالوا لي إن البسكوت ده صناعة مصرية. والله العظيم يا جماعة ده مش إعلان، أنا قلت زي ما جبت حاجة سعرها حلو واستفدت منها لازم أفيدكم. هعمل معاكم أحلى حلقة، سهل وبسيط من غير فرن ولا تكاليف كتير. يعني ب10 جنيه هنعمل حلقة اقتصادي حلو جدا وطعمه خطير، منعش ومرطب ومن غير تفاصيل كتير. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا بقى، انا لقيت البسكوت ده في ولد بياع كده بيبيعه في قلب المترو واحنا راكبين المترو. المهم اشتريته، قلت له بكام؟ قال لي ب5 جنيه. بصراحة جبت منه 2 قلت اجربه. هو الكيس بيبقى ب5 جنيه وفي حوالي 12 قطعة من البسكوت، وهو بسكوت خفيف كده سادة للناس اللي بتحب ايه البسكوت السادة. جبته بقى كسرته كده بالشكل ده. ممكن بقى انتوا تستخدموا اي نوع بسكوت انتوا حابينه. وانا بقى بشتغل كده كنت بشرب كوبايه كده قهوه باللبن بتاعتي المعتاده، فخدت كام واحده كده دقته لقيته حلو ومش مسكر قوي، وفضيته بقى كده وابتديت ان انا كسرته كده نصين او 3. ما تكسريهوش قوي عشان انا مش عايزاه يبقى متكسر معانا قوي. وعلى فكره فرحت جدا ان هو البياع بيقول لي صناعه مصريه، وحتى قريت عليه لقيته فعلا صناعه مصريه. المهم جبت بقى كازارولا او اي حله عندك، وابتدي نزلي عليها كوبايتين ونص من الحليب. والحليب هنا عندنا بيكون ساقع عادي او بارد، ما بيكونش سخن. وحطيت كمان عليه معلقه من لبن بودر ومعلقتين صغيرين من النشا. وهنا بقى جبت باكت كده من الكريم كراميل. هبتدي اخد الظرف اللي هو فيه البودر والظرف اللي فيه الصوص ده هسيبه. هنا بقى حطيت كده الكريم كراميل البودر بالشكل ده. وابتديت كمان احط بقى ايه كوبايه الا ربع من السكر. طبعا السكر ممكن تزوديه ممكن تقليه، بس الكميه دي مناسبه جدا للوصفه بتاعتنا. هحط عليه كمان شويه كده من الفانيليا السايله. وهبتدي اقلب المكونات كويس جدا لحد ما تدوب معانا. وبعد كده هبتدي ان انا ارفعها على النار. بتكون النار متوسطة، ما بتكونش عالية معانا علشان ما يبتديش يتحرق معانا. هقلبها بقى كويس. وبعد كده بعد ما احطها على النار هتشوفوا بقى شكلها والقوام بتاعها تقل معانا بالشكل بقى عامل ازاي. ادي بقى القوام بتاعنا، بصوا شكله بقى حلو ازاي وكمان لونه. هبتدي اعزز من الطعم واحط مكعبين من الزبدة. وممكن في الخطوة دي تستبدلي الزبدة بمعلقة من القشطة. اقلبها تدوب معانا الزبدة، وهاجي بقى انزل على البسكوت بالشكل ده معانا. بصوا بقى البسكوت بيتشرب مع من الخليط ده او من الصوص الجميل ده، بجد بيبقى طعمه حلو جدا. حلا سهل وبارد ولذيذ ومنعش جدا جدا. يلا بقى يا بنات، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. هقلبها بقى كويس، وهبتدي بقى هنا احط كده اجيب فناجيل بتاعتنا هدهنها زيت. والخطوة دي مهمة علشان لما تيجي تقلبيها تتقلب معاكي بكل سهولة. بصوا بقى هحط كده الزيت وادهنها كده بالشكل ده، وابتدي بقى احط الخليط بتاعنا فيها. هبتدي بقى احطهم بقى كده، وممكن نحطها في اي قالب عندنا. وهنبتدي بقى هنا بعد ما حطيناهم ندخلها الفريزر او التلاجة. بتقعد بالظبط في الفريزر 10 دقايق وبتمسك مع بعض وبتطلع بالشكل والحلاوة والجمال ده. هو الصيف عايز ايه غير الحاجات الحلوة السهلة البسيطة المنعشة كده؟ بصوا بقى بتطلع معانا بكل سهولة، سهلة جدا وبسيطة. دي اول خطوة. ببتدي بايديا كده افرغها ممكن بكل سهولة. تاني خطوة بجيب اي سكينة كده رفيعة عندي، وابتدي ان انا مجرد ما تدور بس كده معايا هتبتدي ان هي تنزل معانا في قلب الفنجان. وابتدي ارجها كده، بتبقى سهلة جدا وبتنزل معانا بالشكل ده. تقدري بقى تعمليها بكل سهولة وتقدميها. بصوا طعمها خطير جدا. جبت بقى الصوص اللي احنا كنا شلناه مع بعض، صوص الكراميل. ابتديت ان انا احط كده من على الوش. والخطوة دي اعمليها وانتي بتقدميها على طول، ما تعمليهاش قبليها علشان بقى الصوص يبقى شكله حلو كده، وما يبتديش ينزل معاكي في الاطباق وما يبقاش كده باين الصوص بتاعنا. هنا بقى بصوا خطير يا جماعه. بصوا انا عايزه اقول لكم عجبتهم جدا جدا. وما صدقوش ان انا من بسكوت السهل البسيط ابو 5 جنيه عملت احلى حلا سهل وبسيط كريمي واقتصادي وطعمه بجد خطير. بالف هنا وشفا. جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم ايه. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.